واحد من المصارعين الاستثنائيين اللي قدر بخفة حركاته يذهل الناس كلها، المصارع اللي ما خدش وقت كبير عشان يتشهر، قدر بسن صغير بانه يوصل للمحافل العالمية وانه يظهر في الدبليو دبليو اي، مع ان المصارع ده مكسيكي في الاصل الا انه اتشهر جدا في مصر وكلنا افتكرنا بانه هو ري ميستيريو التاني، وده كان صحيح. الدبليو دبليو اي كانت بتبنيه في البداية بانه هو هيبقى خليفة ري ميستيريو، بس للاسف الموضوع بهوأ منهم خالص. النهارده هتكلم عن ايه اللي حصل مع سين كارا وازاي الدبليو دبليو اي ما كانتش مستغلياه بالشكل الكافي. كل ده هنعرفه في فيديو النهارده، بس قبل ما نبدا انا عارف ان الصوت ممكن يكون غريب شويه عليك، وده عشان بسجل بس في مكان غير المكان، طبعا عشان انا مش قاعد لوحدي في البيت، عندي اخين تانيين كل مره لما احب اسجل في الاوضه بيرفضوا تماما وبيبقوا عاوزين هم يقعدوا في الاوضه. مش عادي يعني، حوار كده. انا اسف جدا ان انا دخلتكم في المشاكل العائليه دي، بس كنتوا لازم تعرفوا السبب يعني. بس ما تقلقش، مش هنطول في اللوكيشن ده كتير. الحاجه اللي انا عاوز اتكلم فيها وهو ان لما جيت بحثت عشان احضر لكم الفيديو ده ما لقيتش ناس كتير بتتكلم عن مسيرته بره الدبليو دبليو او بداياته كانت عامله ازاي في المكسيك. فان شاء الله هنحاول بقدر الامكان نغطي كل حاجه عن مسيرته وعن حياته، عشان بصراحه النت مش جايب اي تفاصيل عن حياته ولا جايب معلومات كامله عن مسيرته، هو بس جايب الفتره بتاعت الدبليو دبليو اي بس. ومن خلال البودكاست اللي عمله هحاول برضه القط لي كام معلومه اقولها لكم من خلال المقابله اللي عملها معايا. فلو انت مهتم بالموضوع ده اعمل لايك واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، ويلا بينا نبدا الفيديو. في يوم 1999 يبتدي مسيرته. هو كان لسه صغير وقتها، كان عنده 15 سنه، ودي طبعا مش حاجه غريبه على المجتمع المكسيكي. دايما يشوفوك كده وانت بتنمو لسه هتقول بابي ومامي، لا خش على طول على الحلبه والعب وبتاع وخليك بقى لوتشا ليبري بقى وكده. ده طبعا الصوره النمطيه اللي انا واخدها عن المكسيك. بصراحه ناس لا مؤاخذه في الكلمه رادعين مصارعه، وفعلا في الفتره دي فضل يتدرب على المصارعه ويلعب ماتشات هنا وماتشات هنا لغايه لما التريبل اي وقعت معاه في سنه 2004، ومن هنا انفجر. الناس اتعلقت بيه بشكل كبير، مع انك لو شفته في البدايات هتلاقيه ان هو في الظاهر مصارع عادي، مصارع مكسيك زي اي حد يعني، بس هو كان ليه اسلوب كده حيوي، تحسه رشيق كده بزياده. لو ركزت على ماتشاته هتلاقيه ما بيهمتش. ونسيت حاجه، قبل اتحاد التريبل اي هو كان في السي ام ال، اكبر اتحاد في المكسيك وقتها، وهناك اتسمى ميستر. ما هو ما كانش اسمه سينكارا، هو كان اسمه ميستر. فكان في تمهيدات خلته يتشهر بشكل كبير جدا في المكسيك، وميستيكو كان ناجح جدا في السي ام ال لدرجه ان مجله ريسلينج ابسيرفر حطته كافضل مصارع اداء في السنه، وافضل مصارع هاي فلاير، واكتر مصارع جاذب للجمهور، ونجم شباك زي ما بيقول. وده لانه عمل انجازات كتير قوي في الاتحاد في السنه دي، زي انه كسب بلقب التاج تيم مع مصارع تاني معاه اسمه بلاك وورير، واللي بعد كده هينفصلوا وهيخشوا في عداوه مع بعض لغايه لما بلاك وورير يسيب ميستيكو ويتهزم ويخسر لقب التاج تيم على ايد نيجرو كاسس وميتافيستو. ولما رجع وورير من اليابان اتجدد العداوه تاني بينهم، وبلاك وورير يهزم ميستيكو في اول هزيمه ليه بشكل فردي. وفي اثناء هذه الفتره لعب في الان دبليو اي وكسب ببطوله العالم للوزن المتوسط، مش الوزن الثقيل طبعا، حاجه كده عامله زي الكروزر ويت، والكلام ده كان في ارينا مكسيكو. وفي يوم 29 سبتمبر ميستيكو يرد له الهزيمه في ماتش قناع ضد قناع، والماتش ده كان الحدث الرئيسي للسي ام ال للذكرى 73 ليه. والناس اللي ما تعرفش ان ده كان اول فوز كبير ليه في الاتحاد السي ام ال، والناس اللي ما تعرفش اهميه القناع في عالم المصارعه او بالنسبه للمصارعه المكسيكيه بالتحديد، فاحب اقول لك ان المكسيكيين بيقدروا جدا القناع، بيشوفوه دايما ان دي كرامتهم وشرفهم، وان اللي يقلع القناع ده كانه قلع كرامته بالظبط. عشان كده كان في بعض من الجمهور المكسيكي كان متضايق من ايدي جاريرو لانه لعب من غير قناع او استغنى عن القناع بتاعه. احنا ممكن نشوف ان الموضوع عادي يعني ما فيهاش حاجه، بس ده بالنسبه لهم حياه او موت. القناع لا، انت ما تمسش القناع بتاعي، القناع بتعبر عن شخصيتي. قبل كده شفت بودكاست لسنكارا اللي هو المزيف مش سنكارا الحقيقي، فالواد يعني كان بيقول له طب بتحب تلعب بالقناع اكتر ولا من غير؟ انت لما بتتمرن بالقناع عموما او بتلعب اي رياضه فيها عرق بقى وبتاع بالقناع، فالموضوع بيبقى صعب يا رجال. ولو انت مش مقدر كده حاول تروح الجيم والبس قناع واتمرن في الجيم، هتلاقي نفسك مخنوق مش قادر عاوز تقلع القناع. فالراجل كان بيقول له عادي، هي بتبقى مسألة تعود، الناس دي اتعودت بان يبقى في حاجة على وشها وهي بتلعب مصارعة، ولو شالها مش هيعرف يلعب. هو كده، هو شايف كده. يمكن اللي كسر القاعدة ده هو ريكوشي، والدليل ان لغاية دلوقتي بيلعب من غير قناع عادي. المهم نرجع لموضوع. في سنة 2007 كان في مناوشات ومفاوضات من الدبليو دبليو، وكانت مخططه بان هم هيوقعوا مع ميستيكو في سنه 2007. انت متخيل يعني هو كان هيظهر مش في 2011 اصلا، كان هيظهر في سنه 2007، بس بسبب قوانين السي ام ال الدبليو دبليو ما قدرتش تعمل حاجه، وموضوع ان هم يمضوا معاه اتاخر شويه. وفي يوم 27 فبراير في نفس السنه يلعب مع دين مالينكو ويهزمه في مواجهه عنيفه.
وفي شهر ديسمبر في نفس السنة صحيفة ريكورد المكسيكية قالت بان الدبليو دبليو اي بتتفاوض في ان هي تاخد ميستيكو وان الكلام عليه ما زال قائم. وفي مارس 2008 اتعرض عليه بانه يلعب في التي ان اي، ولكن اختار بانه يلعب في السي ام ال ال زي ما هو. الشركات الامريكيه وقتها كانت بتتصارع عشان تجيبه، وده بسبب شعبيته الطاغيه في المكسيك. والناس اللي ما تعرفش ان في سنة 2007 اتحط في قائمة Illustrated Pro Wrestling وكان المركز الثالث كأهم وأفضل مصارع في سنة 2007. القائمة دي كان فيها كام مصارع؟ 500 مصارع. وتعرف تحتيهم كان مين؟ كان كيرت أنجل وذا أندرتيكر. طب والله الكلام ده حصل. ذا أندرتيكر اللي كان سنة 2007 كان عامل فورمة بنت كلب وكان بيلعب ولا أجدعها شاب في عنده 20 سنة. كان مين فوقيه ساعتها؟ ميستيكو. ونسيت اقول على حاجه، في سنه 2005 دخل في عداوه مع لوس جاريرو وفاز باول لقب ليه في بطوله الان دبليو اي للوزن المتوسط برضه في يوم 11 فبراير. وانا اسف جدا على الغلطه اللي في الاول دي، اللي هي حوار ان المفروض اساسا بلاك وورير هو اللي كسب في الان دبليو اي لما لعب مع ميستيكو، مش العكس، عشان بس فاهمين. وكان داخل بقى وقتها مع زعيم اللوس جاريرو اللي اسمه افيرنو، ده كان داخل معاه في عداوه شرسه، بس هي اللي بصراحه اللي صنعت اسم ميستيكو اكتر، بينته قد ايه ان هو شخص قوي. في يوم 20 مارس 2009 يخسر ميستيكو لقب السي ام ال ال لنيجرو كيس، يخش في ماتش قفص سداسي ويعرف يفوز ببطوله المهرجان العالمي للمصارعه في الفتره دي. كل مدى ميستيكو بينجح وكل مدى شعبيته بتزيد، مش في المكسيك بس، في العالم كله، وصيته يتسمع في الاتحادات كلها، لدرجه انه في 9 يناير 2009 يظهر في الان جي بي دبليو في عرض ريسل كينجدم ويلعب في الماتش الافتتاحي ضد ريسوكي توكيتشي وبرنس ديفيد. وبعد الماتش كان بيعلن بنيته بان هو عاوز يرجع للان جي بي دبليو تاني وينافس على لقب الاي دبليو جي بي. وسبحان الله في نفس السنه يكسب بلقب الاي دبليو جي بي من تايجر ماس، وفعلا دافع عن اللقب من جوشن لايجر، ولكن للاسف يخسرها في عرض الديستراكشن بتاع الان جي بي دبليو لتايجر ماس كتاب. وميستيكو يلعب في ماتش اخير مع السي ام ال ال قبل ما يوقع مع الدبليو دبليو اي في سنه 2011. اخيرا الدبليو دبليو اي عرفت توقع معاه القرار اللي كان المفروض ياخدوها من 4 سنين. وفي الفترة دي ظهر طرطيش كلام كده، او كانوا بيتواصلوا مع ميستيكو وقتها بان هو يروح شركة الدبليو دبليو اي. طبعا حلم، ده حاجة كبيرة جدا، اللي هو يا نهار ابيض دي اكبر شركة مصارعة في العالم. حان الوقت للتوقيع معاه، والعالم كله عرف بتوقيع ميستيكو مع الدبليو دبليو اي. وللناس اللي فاكرة الفترة دي كانوا عاملين بروباجندا بقى ان في مصارع جديد هيظهر، وجايبين بقى سنكرة في حلبة كده وصواعق ونار يعني فاهم انت، كانوا عاملين يعني اعلان خاص بيه بشكل كبير، شواقين بقى من المصارع ده، وكنا منتظرين ظهوره لاول مره. وفعلا يظهر لاول مره في عرض الرول اللي بعد الراسلمانيا لما كان شيمس بيهاجم على دانيال براين، وللاسف وهو داخل عمل البوتش ده عادي، ممكن من التوتر مفيش مشكله يعني. المهم يديله واحده دروب كيك لغايه لما شيمس يخرج بره خالص. ظهور الاول مش موفق قوي بس كويس، مفيش مشكله، هي في بالغرض. ومن هنا تبتدي علاقته بينه وبين البوتشات، لان هيتشير بيها بعدين قال عليا. وفي نفس الاسبوع يظهر في سماك داون ويهجم على جاك سواجر. واضح من تعامل الشركه معاه ان هم يعني متحمسين بيه قوي، يعني زياده عن اللزوم، بس هتشوفوا بقى زياده عن اللزوم ازاي. وفي يوم 11 ابريل سنه 2011 يلعب سينكارا اول ماتش ليه مع واحد اسمه بريمو، حاجه زي كده، شخص مش معروف يعني. ماتش استعراضي ما فيهوش حاجه يعني اقدر اقول لكم ان ايه في حاجه حصلت يعني في الماتش. ونسيت اقول لكم على حاجه، عيب ماتشات سينكارا القاتله ان الماتشات بتاعته قليله، ما بتكملش ال 20 30 دقيقه. سينكارا موهوب وممكن يلعب عادي ماتشات نص ساعه عادي ويكمل معاك الوقت مفيش مشكله، بس تحس ان ده محجماه قوي، اللي هو كبتاه قوي، اللي هو المفروض هو عنده حاجات كتير عاوز يعملها بس الشركه مبططاه كده، اللي هو لا خليك فاهمين قصدي يعني. ويحصل تاني بوتش معانا في نفس الماتش، وهو انه لما كانوا هما الاثنين واقفين في ثالث حبل يعني، فبريمو عمل حاجه غلط فسنكارا وقع، يعني الحركه على الفاضي ما فيهاش حاجه يعني. فبوتش سنكارا ملوش ذنب فيه، بس يعني قصه حب يا جماعه بينه وبين البوتشات، ده ما عملش البوتشات دي بره، هيعملها في الدبليو دبليو كلها. المهم بعد الماتش ده الناس حست بخيبه امل بصراحه، لان الدبليو دبليو كانت مع الشمانه بان هو هيبقى ري ميستيريو الجاي، وانه بصوا يا جماعه وخلاص وبتاع. وشفنا الماتش ما كانش حلو يا جماعه بصراحه. بالنسبه لري ميستيريو اول ماتش ليه كان ضد شافو جاريرو وكسب بالكروزر ويت وقتها، وقدم عداوه فوق العظمه مع كيرت انجل. بس انا مش عارف، انا بصوا افتكرته او اول حاجه جت في وشي فجاه هو عداوته او ماتشاته مع كيرت انجل. ري ميستيريو كان فيها يا نهار ابيض عليه. فللاسف مشكله الجمهور ان هم كانوا متعشمين قوي في سنكارا، مع ان سنكارا مش جاهز. وده نفس اللي حصل بالظبط مع درو ماكنتاير في البدايه. لو انت لسه ما شفتش الفيديو
وده ممكن تروح تشوف. المهم هنعرف بعد كده في الدرافت بان سين-كارا انتقل لعرض سماك داون وهيلاعب جاك سواجر اللي هو في عرض الرو، ويتحدد ماتش ما بينهم من الماتشات بقى الغريبه بتاعت سين-كارا دي اللي هو كله الوان كده وليها طابع مميز، وتحس ان هي ماتشات سين-كارا كده في نفسها. بس عيبها هي حاجه واحده بصراحه، ان انا ما بعرفش اشوف الحركات فعلا، بحس ان الدنيا مظلمه، مش شايف كويس الحركات اللي بتتعمل. فبتاع الاضاءه كان متخلف يعني بتاع الدبليو. فكرني الحوار ده بماتش براي وايت وسيس رولينز لما كان في الهيل ان سيل، الحلبه كلها منوره احمر ما تفهمش ليه. اللي هو انا ما عنديش مانع انك تعملها في لقطه، بس ما يكونش الماتش كله الوان يا عم، انا مش شايف حاجه. المهم سين-كارا يلعب مع جاك سواجر، يلعب مع كريستيان بس يخسر من كريستيان، ويلعب مع شافو جريرو ويكسب عليه. بس سيبكم بقى من كل ده، تعالوا نخش على اكتر عداوه مشهوره في الوطن العربي اللي كانت بين سين-كارا وسين-كارا برضه، وواحد منهم هو الفيك. من هنا بدات الدبليو انها تفكر انها تبقى عندها فصوص في مخها كده اسمها مخ تفكر بيه. ايوه كده، ما انتوا بتعرفوا تفكروا اهو، انتوا هتعصبوني. بس قبل العداوه دي كان في معلومه لازم تعرفها، وهو انه قبلها شارك في الماني ان ذا بانك بتاعت 2011، واللي كانت اول عرض بيبر فيو يحضرها، ويحصل اللقطه الشهيره بان شيمس بيشيل سين-كارا كده والسلم زي ما انت شايف كده محطوط، ويقوم دابب عليه. ايوه اللقطه اللي احنا كلنا افتكرنا بان سين-كارا ظهره اتكسر في اللحظه دي، وانا كنت منكم برضو افتكرت كده. وللاسف بعد الحركه دي ما قدرش يكمل الماتش ومشي، وللاسف بعد الماتش ده هيكتشفوا بانه عنده اصابه حقيقيه، واللي يزيد الطينه بيلا بانه وقفوه 30 يوم لانتهاكه سياسات الدبليو. يعني كده كان هيغيب عن العروض. والناس اللي ما تعرفش بانه يقال بان الفتره اللي سين-كارا تم ايقافه بسبب انتهاكه للسياسات الدبليو كان بقى سين-كارا المزيف كان بيلعب مكانه بعض الماتشات. ده فيها اقاويل يعني بتقول كده، بس مش عارف بقى هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح. وكان في ماتش يا جماعه كان بينه وبين سليتر، كان مصارع كده برضه كان لسه جديد وقتها. الماتش ده بيقولوا عليه ان هو من اسوأ ما يكون، الماتش ده اسوأ ماتش سين-كارا يبقى فيه. وطبعا احنا بنتكلم سين-كارا ككاركتر، لان انا ما اعرفش خلف الماسك مين، الله اعلم. وسين-كارا المزيف ده كان دايما يخرب على سين-كارا الحقيقي، ودايما يبوظ له ماتشات، وكل شويه يطلع له من حيث لا تحتسب، لغايه لما يتحدد ماتش ما بينهم في الهيل ان سيل. الماتش كان ما بينهم بصراحه كان حلو، انا يعني فاكره لغايه دلوقتي، والتناغم بينهم على الحلبه كويس، مش الريتم السريع زي ما احنا متعودين في المكسيك يعني، بس حاجه تؤدي الغرض، وماتش كويس جدا وحلو. بس سين-كارا كان المفروض يقدم اكتر من كده، لان الجمهور ما كانش واثق فيه بصراحه، وشايفينه ان هو يعني ما بيعرفش يلعب، فاهم انت. المهم ينتهي الماتش بكشف سين-كارا المزيف، واللي هيبقى عدو طويل ليه برضه بعد كده. يعني العداوه ما خلصتش، لسه مكمله معانا لغايه عرض السرفايفر سيريز، وللاسف سين-كارا ما يكملش معاك الربع ساعه في الماتش. تحسه لو كمل عن كده هيسيح مثلا، مش عارف، الموضوع ما كانش مفهوم قوي. هو الدبليو ليه بتعامله بالشكل ده؟ خايفين عليه لا يسيح مثلا؟ ما يفضل يا عم شويه. ليه دايما مثلا تخلوا الماتشات بتاعته او معظم ماتشاته ما تتعداش ال 20 دقيقه ولا ال 30 دقيقه؟ ليه؟ على العموم هو كده اتصاب وهيغيب عن العروض لمده 6 شهور. انت متخيل 6 شهور؟ حظه نحس. المهم على 1 يونيو 2012 يلعب وقتها مع سليتر للمره الثانيه، ويشارك في ماتش الماني ان ذا بانك 2012، بس مش هيقدر يفوز بيها لان اللي فاز بيها هو دولف زيجلر. ولو انت لسه ما شفتش حلقه دولف زيجلر هتلاقيها في اللايف فوق. والمشكله بان بعد الغياب الطويل عن العروض لمده 6 شهور يا جماعه، يعني حاجه كبيره جدا. لو انت ايه يا اخي، انت كده ما مش عارف اقول لك ايه. هي مش مشكله الشركه بصراحه، بس يا جماعه سين-كارا فعلا بيتصاب كتير، بيعمل بوتشات كتير، وده مش عيب الاداره، ده عيب المصارع نفسه. هو ما كانش متظبط لما كان في الدبليو بصراحه. من بعدها حماس الجمهور راحت معاها، والماتش اللي كان مخصص ليه بقى باضاءات معينه بقى خاصه بسين-كارا وكده اختفت. واحده واحده بدأ ينزل للميد كارد، ومش ميد كارد عادي، لا اقل من الميد كارد كمان. عادة لما بشوف مصارع مظلوم وفعلا مش واخد حقه في الدبليو برمي كل اللوم على الدبليو، بس في حالة سين-كارا بالنسبة لي انا شايف ان هو برضه يتحمل المسؤولية، وزي ما الشركة غلطانة سين-كارا نفسه برضه غلطان. هو مش عارف يتأقلم مع الشركة، ما كانش متصاحب مع حد في الباك ستيج، ما كانش حد بيعرف يتواصل معاه، لانه اساسا ما كانش بيعرف يتكلم انجليزي، الانجليزي بتاعه كان سيء جدا، ما حدش كان فاهمه، كان بيتعامل على اساس ان هو نجم، كان بيتصاب كتير، فده اللي ادى في الاخر بان الشركه ممكن تستغنى عنه عادي. المهم من بعد المشاكل اللي حصلت والاصابات اللي عانى منها سين-كارا لشهور، ادى الى ذلك بان الشركه ما تخلوش ميد كارد، يخلوه اقل كمان من ميد كارد. زي ان مثلا في يوم 2 ديسمبر 2013 في عرض الرو يلعب مع البرتو ديل ريو ويهزمه، وفي الفتره دي كان الكاركتر تمام، ما فيش مشكله، يعني الشخصيه مش اعلى حاجه ولا هي اقل حاجه، ولكن البرتو يهزمه المره دي مع بدايه 2014، ويشارك سين-كارا في
راسل مانيا من خلال ماتش الباتل رويال بتاع اندري ذا جاينت، وان هو يبقى يعني تكمله عدد زي ما انتم عارفين، زي اللي حصل مع دولف زيجلر برضه كان مشارك في نفس العرض برضه، ويشارك برضه في باتل رويال تانية ولكن في عرض باتل جراوند. المهم سين-كارا يختفي تماما عن عروض الرو سماك داون، ونتفاجئ بوجوده في الان اكس تي مع كاليستو وتكوين فرقه اللوتشا دراجونز، ويشاركوا في عرض التيك اوفر لاول مره ويفوزوا في الماتش. برضه مش هننسى التاك تيم اللي حصل بينه وبين ري ميستيريو، اللي هو المفروض الدبليو دبليو اي كانت عاوزاه يبقى خليفته، بس للاسف ما حصلش نصيب. الكلام ده كان قبل طبعا الفرقه بتاعت لوتشا دراجونز، انا بس بكلمك على اللحظات الفارقه بالنسبه لسين-كارا في الاتحاد وكده. طب اقول لك على حاجه ممكن تصدمك، بان سين-كارا لما ظهر في الان اكس تي مع كاليستو ما كانش هو سين-كارا، ده كان هو الامبوستر، ده كان هو النصاب بقى، اللي هو سين-كارا النصاب، هو ده اللي لعب دور سين-كارا، لان سين-كارا الحقيقي مشي في سنه 2014 اساسا، وده بسبب ماتش كان بيلعبه مع البرتو دريو، وفي نص المباراه صباعه اتخلع، مما ادى لذلك بانه ما يكملش لعب الماتش، ودي حاجه كارثه طبعا. انا اعرف ناس ودانها بتتقطع وبتكمل الماتش عادي، انا اعرف ناس ظهرهم كان هيتكسر وبيكملوا الماتش عادي، انا اعرف ناس ظهرهم ولع وكملوا الماتش عادي. انا مش بقول ان المصارع لازم يخاطر بحياته عشان يمتعنا، انا ما بقولش كده، لازم يبقى عنده شغف عن كده. انا حاسس ان هو ما كانش راضي عن الماتش في البدايه، ويقال بان لهذا السبب سين-كارا ساب الدبليو دبليو اي. سين-كارا الحقيقي طبعا اللي هو ميستر، والشخصيه اللي لعبت دور سين-كارا بعد كده برضه صعب عليا، لانه شخص موهوب ولعبه حلو على فكره، هو مش زي اسلوب سين-كارا القديم، بس على الاقل حلو ولعبه جميل. بس الوحش في الموضوع ان هو اتحبس في شخصيه سين-كارا، مش عارف يخرج منه. ولو هتقول لي ايه اللي حصل بعد كده، سين-كارا فضل طول السنين دي كلها ملوش اي لازمه، كل شويه بيشارك مثلا في باتل رويال، في راسل مانيا 31، في راسل مانيا مش عارفه كذا، يشارك في باتل رويال، مش عارف ليه مركزين قوي على الباتل رويال لازم يشارك فيها. راسل مانيا 32 في ليدر ماتش يلا بينا، دخل في عداوه مع برون سترومان، بس برون سترومان طبعا مسح بكرامته الارض، فالشخصيه اتهزقت يعني، لغايه لما مشي سين-كارا سنة 2019 ورجع تاني للتريبل اي. والله زعلان وانا بعمل الفيديو ده، والله اكتر مصارع كنت بحبه وكنت شايفه فعلا ري ميستيريو التاني، بس للاسف الفرصة كانت كبيرة قوي عليه وما قدرش يستغل الفرصة. واحد ممكن يقول لي لا، ما هو لازم كل مصارع يبقى ليه شخصيته المستقلة، مش لازم نستنسخ مصارعين. انت عندك حق في كل كلمة انت تقولها، بس برضه في نفس الوقت الموضوع ده مش عيب. واحد مثلا زي جون موكسلي من وجهة نظري انا شايفه هو ستيف اوستن العصر بتاع دلوقتي، شوف تحركاته، شوف هو بيمشي ازاي. انا مش بقول هو ستيف اوستن وان هو بيقلده، لا، باسلوبك وبطريقتك الناس هتفتكر مصارع تاني ان انت يعني خليفته وكده. واحد زي جون سينا، في ناس شايفاه ان هو خليفه هولك هوجن، مع ان جون سينا شخصيته غير هولك هوجن خالص، بس هم شايفينه كده. واحد مثلا زي رومان رينز الترايبل تشيف، خليفته مين؟ لا ما تقوليش سولو، محدش يقول لي سولو هو الترايبل تشيف والجو ده، عشان بس ايه ما زعلش حد. باختصار شديد سين-كارا ما عرفش يتأقلم نفسه مع الدبليو دبليو، بس في نفس الوقت ما اقدرش اقول عليه انه مصارع فاشل مثلا. ياما شفنا ناس كتير ما عرفوش يتأقلموا مع شركة الدبليو دبليو ونجحوا في شركات تانية، زي فيدر، زي براين، زي ستينج. انا مش بقول ان فترة ايدج في الدبليو دبليو كانت وحشة، بس انا حاسس ان من ساعة ما ظهر في الاي دبليو هو في طاقة كده كبيرة، حاسس ان هو صغر 20 سنة ورا، وده اللي قاله على فكرة في مقابلة بنفسه. هو قال بنفسه ان هو لما راح الاي دبليو حس ان هو شباب بس. ادي يا سيدي قصة سين-كارا ورحلته من القمة حرفيا في الدبليو دبليو اي للقاع. السؤال هنا مهم قبل ما نختم الحلقة، هو سين-كارا فين دلوقتي؟ حاليا هو في المكسيك وبيلعب بشكل مستقل وناجح على فكرة، مش فاشل، ناس كتير في المكسيك عارفاه ومشهور جدا هناك، وبيشارك في بعض الاحداث اللي ليها علاقة بالمصارعة في المكسيك، ويشارك بشكل كبير بانه ينشر مدرسة اللوتشا ليبري في العالم كله، ومستكه حاليا في الام ال دبليو لو هنتكلم على سنة 2024 اللي احنا فيه دلوقتي. بس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو انت لسه مش مشترك اشترك معايا في القناه، اكتب لي تحت في التعليقات بتحب سين-كارا ولا لا، وايه المواقف اللي حصلت مثلا معاك ايام ما كنت بتتابعه وكده. انا عن نفسي كنت بتفرج عليه على ام سي اكشن، كلنا كنا بنتابعه على ام سي اكشن اكيد. شكرا جدا جدا ليكم على المتابعه، اتمنى جدا انكم توصلوا الفيديو ده ل 3000 لايك، وبس كده، سلام عليكم.